خبر عاجل ومهم، وصول اكتر توست هتحبوه في الدايت. توست جلوتين فري بدون عجن وبدون تخمير. توست مشبع جدا، مكونات صحية واقتصادية، هنعمل بيها 3 من التوست الصحي بطريقة صحية جدا ومشبعة ومناسب في الدايت والرجيم. شايفين قد ايه هشاشة الخبز بدون اي تخمير او عجن او مجهود. هنحضر الخبز في 10 دقايق، وهيكون معاكم كمية كبيرة جدا من التوست، هتقدروا ان انتوا تحتفظوا بيها في الفريزر وتاكلوها في اي وقت تحبوه. يلا مع بعض نشوف احلى طريقة توست صحي جدا للدايت والرجيم، ونبدأ بالمكونات والطريقة. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا مع بعض نبدأ بالمكونات والطريقة. بسم الله، وهنتكلم مع بعض على أول مكون، هو كوباية من دقيق الشوفان الجلوتين فري. تاني مكون معانا هو 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا عبوة من الزبادي حوالي 3/4 كوب. أهم حاجة لو احنا عايزين الوصفة جلوتين فري لازم يكون مكتوب على دقيق الشوفان ان هو جلوتين فري، زي النوع اللي قدامكم ده. النوع ده اسمه تشويس، هو بيكون جلوتين فري، لكن اي نوع تاني هيكون فيه جلوتين. ومعانا ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. ومعانا مكون بحط منه معلقة صغيرة لكن بيفرق في الطعم جدا، وهو دبس التمر. بيدي طعم حلو قوي لكن مش مسكر. على طول هنبتدي في الوصفة، نجيب البولة بتاعتنا وهضيف فيها عبوة الزبادي. العبوة دي هي العبوة الكبيرة، هي حوالي 180 جرام. انا وزنتها بالكوبايه المعياريه، كانت 3/4 كوب بالظبط. نقدر نستبدلها بالزبادي اليوناني وطبعا هتكون افضل. بوريكم دلوقتي العبوه هي 180 جرام، لان الزبادي اليوناني بتكون افضل، لان نسبه النشويات فيها بتكون اقل والبروتين بيكون اعلى. دلوقتي انا ضفت ال2 بيضه ورشه صغيره من الفانيليا، وكمان نص معلقه صغيره من الخل الابيض. تقدروا تضيفوا خل تفاح حسب المتوفر عندكم واللي بتفضلوه. وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات بالمضرب اليدوي العادي زي ما انتوا شايفين. المهم ان احنا ندمج كل المكونات مع بعض كويس، مش محتاجين مضرب كهربائي ولا حاجة، بالمضرب اليدوي. وبدأت ان انا اخفق كل المكونات لغاية ما تندمج مع بعض. دلوقتي هبدأ اضيف معايا كوب من دقيق الشوفان الجلوتين فري، وهضيف رشة من الملح حوالي ربع معلقة، وكمان هضيف معايا البيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج باودر نص معلقة صغيرة. لو انتوا مش عايزين تضيفوا بيكنج صودا هتضيفوا معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، لكن البيكنج صودا بيساعد على الهشاشة اكتر. وكمان هضيف معلقة صغيرة من دبس التمر، هي مش بتدي طعم مسكر خالص، لكن بجد هي بتفرق في الطعم. هتحسوا ان في طعم حلو لكن مش مسكر. هبدأ ان انا اخلط كل المكونات مع بعض، وبخلي دايما دقيق الشوفان بيكون جنبي. لو الخليط خفيف ببدأ ازود بالمعلقة. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي القوام يعتبر خفيف، فهضيف معايا حوالي معلقتين بالمعلقة المعيارية. وهرجع تاني ان انا اقلب الخليط واشوف لو هو محتاج هضيف كمان معلقة. بدأت ان انا اخلط المعلقتين اللي انا ضفتهم من دقيق الشوفان، لكن هو محتاج كمان معلقة. انا عايزة قوام يكون شبه قوام عجينة الكيك، يعني ما يكونش سائل وما يكونش تقيل. تقريبا كده القوام مظبوط، قوام شبه قوام عجينة الكيك زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنبدأ نجيب القالب بتاعنا. انا هستخدم معايا قالب هيديني 3 بحجم وسط. لو حابين ان انتوا تعملوه في قالب كبير طبعا براحتكم، لكن انا عشان بفرزه فبحب ان انا اعمله يكون في قالب متوسط. وابدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا طبعا دهنته بمعلقة صغيرة من زيت جوز الهند، تقدروا بزيت الزيتون اي نوع زيت صحي عندكم. ووزعت الكمية بتاعتي، هتعمل معايا 3. وبدأت ان انا ازين الخبز بتاعي بحبوب دوار الشمس او بحبوب القرع او بالشوفان او بالسمسم. طبعا اي اختيارات انتوا بتحبوها هنضيفها معانا، ولو حابين تسيبوه سادة براحتكم. هدخله دلوقتي الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180.
شايفين الخبز معانا؟ الخبز اخد معايا حوالي 25 دقيقة. طبعا احنا بنبدأ ان احنا نختبره بعصاية شيش طاووق ونتأكد ان هي ما فيهاش اي عجين. في الوقت ده الخبز معانا بيكون جاهز، بنطلعه من الفرن وكمان بغطيه بفوطة من فوطة المطبخ بتاعة المعجنات عشان يفضل من جوه طري معايا. شايفين هشاشة الخبز وجماله؟ الخبز زي ما انتوا شايفين ب3 مكونات صحيين جدا، خبز مغذي وهش جدا، وكمان ما استخدمتش فيه خميرة ولا تخمير في الجو الحر اللي احنا فيه، عايزين حاجة سريعة جدا نعمل معانا كمية حلوة قوي وموفرة معانا ونقدر ان احنا نحتفظ بيه في الفريزر. وزي ما انتوا شايفين خبز طري جدا، بجد من احلى انواع التوست اللي هتحبوها لانه مشبع جدا. تعالوا مع بعض نشوف قد ايه الخبز هش جدا. شايفين الفراغات في الخبز؟ شايفين طراوة الخبز؟ بجد لما تجربوه مش هتستغنوا عنه. وزي ما قلتلكم لو عايزين يكون جلوتين فري لازم نتأكد ان دي الشوفان بتاعنا مكتوب عليه ان هو جلوتين فري. تعالوا بقى مع بعض نتكلم على سعرات الخبز. الكمية كلها حوالي 690 سعر حراري، الواحد هيكون حوالي 230. نقدر ان احنا نقسم التوست معانا لحوالي 6، فهيكون معانا شريحة التوست 35 سعر حراري. متخيلين قد ايه السعرات تعتبر قليلة جدا؟ وشايفين هنا حبايبي نقدر ان احنا نقطع واحد ونحتفظ ب2 في اكياس التخزين في الفريزر، وكمان نقدر ان احنا نقطع الكمية كلها ونحتفظ بيها وهي متقطعة. خبز جميل جدا لو اخدتوه مع جبنة او شرايح من الفلفل الالوان او شرايح من الطماطم، بجد مشبع جدا. تقدروا تعملوا كل شريحة بغموس مختلف او تقدروا ان انتوا تعملوه ساندويتش. انتوا لو اخدتوا 3 ال3 حوالي 100 سعر ومشبع جدا، بجد مش هتتخيلوا كمية الشبع لما تاكلوا التوست ده، وكمان الطعم الحلو. عايزة كمان اتكلم معاكم على التوست اللي قدامكم ده بدون بيض وبدون منتجات البان. لاي حد عنده حساسية من البيض او من الالبان، انا كمان عملت توست صحي جدا وبجد توست مشبع جدا وكمان اقتصادي. هسيب لكم لينك الوصفة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. توست كمان جميل جدا وهش وصحي، ان شاء الله يعجبكم. وكمان المربى الصحية هسيب لكم طريقتها موجودة في صندوق الوصف. ان شاء الله تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. هستنى رأيكم، هستنى تعليقاتكم الجميلة والحلوة اللي بستناها. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسونيش من اللايك، وياريت شير لأصحابكم ولحبايبكم عشان يشوفوا الوصفات الصحية والجميلة ويستفيدوا منها. ان شاء الله اشوفكم في وصفات كتيرة وصحية بأمر الله. استودعكم عند الله، فإن الله الذي لا تضيع ودائعه. مع ألف سلامة.